بسم الله والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليكم حبيباتي غالياتي، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. جبت لكم اليوم وصفة تاع الجبن صنع منزلي، وصفة ناجحة مليار بالمية. تعرفوا وش معناتها مليار بالمية؟ والله غير وصفة قمة في البنة. إذا جربتوها أنا متأكدة بلي ما راح تزيدوا تعاودوا تشروا الفرماج من برا. شوفوا القوام تاعو هنا كيفاش داير، القوام تاعو روعة. شوفوا البنة تاعو ما كان لا نحكي لكم عليها. بزوج شكار تاع حليب تاع 2005 راح تديري بيهم دقيقة، راح ديروا بيهم حالة. هنايا شوفوا هذا الجبن راني درتو في هذه الباطة، بعد ما كنت درتو في الباطة وحطيته في الميكرووند داب شوية. شوفوا القوام تاعو كيفاش. الجبن هذا اللي يذوب، ماشي جبن اللي يبقى هكا واقف، جبن يذوب هايل روعة. شوفوا القوام تاعو شحال شباب، الذوق تاعو روعة. انا نضمن لك بلي لو كان تجربي هذا الفرماج والله ما راح تزيدي تشري الفرماج من برا. غير الذوق تاعو غير احسن من بعض النوع تاع الاجبان، ما نقولوش كامل الاجبان بصح الذوق احسن من بعض الاجبان، وكيما الاجبان اللي السعر تاعهم يعني غالي. انا كيما شتو جبنا 2 لتر حليب نروح نديروهم فوق الفرن، غير يبداو يدفاو معانا نزيدو الخل. هنايا الخل هنايا كان عندي بذوق الثوم. والله غير طلق واحد البنه بزاف شابه على في الجبن، جا شغل الجبن بذوق الثوم راهم ينباع الجبن هذايا جا هايل في الذوق بزاف منا اللي يحبوا الجبن بذوق الثوم. هنا انا كنت درت 6 مغارف تاع خل، هي نورمالمون 6 مغارف بصح كاين وين الخل يكون ماشي قاصح، ما يكفوش هذوك 6 مغارف. زيدوا شوفوا كي تشوفوا الجبن تاعكم بدا يتقطع معناتها خلاص، الحليب تاعكم بدا يتقطع معناتها خلاص. شوفوا هنايا في الاول كيف راهو، وانا نحركه حتى يتقطع معنا كامل هذاك الحليب، يخرج لنا المصل تاعو، يخرج لنا الجبن هذاك. حنا غير يبدا يدفى نديروا له هذاك الخل وما نخلوش حتى يغلي، خاطر اذا فات غلا يقساح قادر ما راحش يذوب معاكم، بقى فيه حبيبات. شوفوا هنا كيف راهو يتقطع. انا كنت نسرع في هنا، ما طفيتش الفرن وخليته يمشي، كنت مسرعه شويه الفيديو. وشوفوا لهنايا كيفاش وجد معانا. دوكا هنا خلاص، هنا راهو وجد. شوفوا كيفاش راني نلم فيه، معناتها راه يتلم لهنا خلاص. دوكا هنايا نطفوا على الفرن ونخلوه يريح شويه، واحد 5 دقائق برك، ومن بعد نجي نصفوه في صفايه كيما هذه. انا عندي هذا الشاش، هذا الشاش تاع اللي يديروا في البلاطو تاع الكاطو في العراس، خبيته. باينه بلي الاغلبيه عندكم منه. انا هذا خبيته ما لحتوش. شوفوا راني صدتو بزاف، صدتو دائما في الاجبان تاعي، نعاود نغسو بلا جافيل، نعاود نشرو ينشف ونعاود نخبيه. نهار اللي نسحق باش نخدم نعاود نجبدو. نستعملو بزاف، انا نخدم بزاف الجبن، انا تقريبا ما نشيش الجبن برا، قليل وين نشري. هنا شوفوا كيفاش صفيته، نحيت له هذاك الماء، لازم يتنحى منه الماء ماشي كامل. والزربو ما تخلوش حتى يبرد، لازم هو سخون، ما تخلوش حتى يبرد، خاطر لو كان يبرد ما راح يبقى فيه حبيبات. السر تاعو هو في السخانه، هذا السر اللي نعطيه لكم. ما لازمش تخلوا هذا الجبن يبرد، لازم تزربوا له. سيو كيفاش تقطروا له هذاك الماء وهو سخون، بعد ديروه هنايا. انايا في هذا الفيديو راحوا لي بزاف مقاطع، ما عرفتش كيفاش ما تصوروليش. كان عند بلاني يصور وانا ما كنت نصور. مثلا كيما هنايا، هنا راح لي هذا المقطع. هنا درت ملعقه تاع حمض الليمون، وملعقه صغيره تاع بيكربونات الصوديوم، ملعقه ماشي معمره بزاف باش ما يجيش قاصح في الذوق تاعو. ومن بعد شوفوا كيفاش زدت له 2 مغارف تاع مصل الحليب، هذاك اللي نحوه من الجبن، يبقى لنا هذاك الماء، ونطحنوه مليح. دوك تشوفوا كيفاش يولي معانا شغل. شوفوا كيفاش ولا يزلق، ما فيش والو، ما فيش كاع حبيبات. شوف كيفاش يولي شغل كي المايونيز يولي. هذا هو السر، لازم يكون الجبن تاعكم سخون، والبيكربونات هي اللي راح تعطيه له هذا القوام هذا. لو كان ما كاش بيكربونات كي تعيي تطحني فيه ما يولي لكش هكا. هنايا جبت هنايا كاس غير ربع تاع المصل هذاك، هذا المصل اللي كنت زدت لاسيد سيتريك والبيكربونات، زدت له مغرفه ونص تاع المايزينا وحركتها، وهنا ثاني كثفتهم له. وروك نعاود نيكسيه بالميكسور. راحوا لي مقاطع بزاف، قلت لكم هنا كي كنت بالميكسور راحوا لي بزاف مقاطع، ما عرفتش كيفاش راحوا لي. كان عند بالي راني نصور وانا ما كنتش نصور. هنا دوك تشوفوا، هنا شوفوا كيفاش خفاف، بصح دوك تشوفوا غير نروحوا نطيبوه يعاود يثقل. هذيك المايزينا شغل تقل لنا الجبن تاعنا. كنحطوه هنايا في الكسرونه. هنايا زدت ملعقه ماشي مملوءه مليح تاع ملح، زدت هنايا 2 ملاعق تاع زبده، ماشي ملعقه واحده ما بانتش برك.
وقلت لكم راحوا لي هنايا مقاطع. انا جبت 3 حبات تاع جبن اختياري. انا الجبن تحبوا ديروا جبن مثلثات، تحبوا بذوق الجوده ديروا شويه تاع جوده، تحبوا بذوق الكومونبير تزيدوا تجيبوا شويه كومونبير، الذوق اللي تحبوه تزيدوه وهو راح يولي لكم بهذاك الذوق. سبحان الله يعطيكم بنه روعه. انا نبقاو نحركوا ما نحبسوش احنا نحركوا. انا هذاك الجبن ما ذابليش، نوعيه تاع شويه عيانه ما يذوبش. وهذا الجبن اللي خدمناه يذوب كيما حموت او شتو حموت اور لا في الذوق ولا في القوام يذوب، يعني ما يبقاش هكا جبن واقف. هنايا كنا طحناه بالميكسور وعاودت وليت شوفك هنايا انا مع التالي شوف يولي القوام تاعو. نديرو فوق الفرن وانا نحركو حتى يولي شوفوا القوام تاعو ثقيل، يولي لنا شغل كيما البيشاميل. شوفوا هنا كيفاه راهو القوام. هنا نطفو عليه، نجيبو باطا نديرو لها فيلم اليمونتير كيما تحبوا تدهنوها بشويه زيت كيما تحبوا. انا هنا درت لها فيلم اليمونتير، تحبوا ديروها مباشره في العلبه هذه. انا كنت حنحيه على داك اللي درتو هكذا ما كنتش معوله نخليه. النهار اللي نكون معوله نخليه نديرو في الباطا مباشره. هنا شوفوا هنا خدت بعد قسمته باش وريت لكم ودرتو في علب هكا صغار ثاني باش وريت لكم كيما شفتوا في الاول. هذا الجبن عاود درتو انا في علبه وعاود درتو في الميكرووند وذوبته خاطش يذوب. قلت لكم يذوب يعاود يذوب يولي هايل ما يبقاش شاد روحو. هنايا انا خليته ليله كامله في الثلاجه، وبعد كنت تشوفوا نص الصباح لقيتهم كلاولي منه، يعني ما ينجموش يقاوموا بزاف البنه تاعو شابه. هنا شوفوا الصباح كي نطو شوفوا لقيتهم كلاولي منه، خبيته وصبته كلاولي منه. شوفوا القوام تاعو شحال شباب. هنا هذاك الفيلم هذاك شغل لصقته فيه سوا باش ما يدخلوش الهواء. شوفوا هذاك جا هذوك الفقاعات فيه. شوفوا هنا ندير في الخبز روعه. شوفوا او يبان يعني الحاجه الشابه تهدر على روحها والله العظيم. وتجربوا الجبن هذا ما تزيدوا تشرو. نهضر على اللي يحبوا يخدموا صوالح في الدار، كاين اللي يحب يشري ما يحبش يكسر راسو، بصح الاغلبيه منا يحبوا ينقصوا على رواحتهم. الجبن راهو غالي وهذا ما يستقامش كامل. 2 3 حليب وانت فريتيها شويه مايزينا وشويه زبده وراح يبانوا في وسط. هذه تروحي تشريها تقريبا 40,000. هنايا هذه جابت لي 500 غرام. هذه قطعه كبيره كنت تشوفوا فيها جبت 500 غرام. اشري 500 غرام وشوفي شحال دير. هنا ثاني كنت درتو في العلبه. شوفوا كيفاش جا القوام تاعو. هنا كنت ما ذوبتوش ماشي دايبه، هنا شغل هكذاك ورفتو هكذاك ودرتو في العلبه. شوفوا كيف راهو جا الذوق تاعو روعه والله. ما راح تندموا ما راح تجربوا لو كان تجربوا هذا الفرماج. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو في رعايه الله وحفظه.